لو كل ما بتيجي تحاولي تعملي البسبوسة بتفشل منك، مرة بتطلع ناشفة ومرة ما بتشربش الشربات ومرة بتطلع مفرفتة، يبقى الفيديو ده ليكي، هتلاقي فيه كل أسرار نجاح البسبوسة. اللون وطعم لذيذ، واللي هيدوقها عندك مش هيصدق أبدا إنك عاملاها في البيت. جبت البولة بتاعتي، حطيت فيها نص كيلو دقيق سميد اللي هو الجاهز بدون اي اضافات، زودت عليهم معلقتين جوز هند، رشة ملح وباكو فانيليا، اخلطهم كويس وهشيلهم على جنب. بعد كده كسرولة فيها كوباية الا ربع من السكر، كوباية الا ربع من المية، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وده مهم جدا بيدي البسبوسة تماسك. هنرفعهم على النار ندفيهم لحد لما السكر يدوب، وكمان معلقة عسل الجلوكوز، والبديل ليها معلقة شربات كنافة تقيل، ودول معلقتين حليب بودر هحمصهم على النار لحد لما ياخدوا اللون الذهبي. صدقوني بيفرق كتير جدا في طعم البسبوسه، بيديها طعم كده لذيذ وغني. بزودهم على المكونات الجافه وبديهم تقليبه كويسه، وهحتاج من نص كوبايه لكوبايه الا ربع من السمنه، ويا ريت تكون سمنه بلدي. هقلب كويس وهبس لحد لما اطمن ان كل المكونات الجافه اتغلفت بالسمنه. بعد كده مجهزه صينيه مقاس من 28 ل 30، مدهونه دهنه سمنه على طحينه، وده يضمن لك ان البسبوسه ما تلزقش معاكي في الصينيه. ببل ايدي او بدهنها دهنه سمنه كده صغيره او حتى ميه، بسوي وش البسبوسه كويس، بخبطها خبطتين، بدخلها الفرن على الشبكه في النص، بتقعد تقريبا من 25 ل 30 دقيقه. اول ما بتدخل الفرن ببدا بقى بجهز الشربات، كوبايه سكر، كوبايه ونص من الميه، معلقه سمنه بلدي، عصير نص ليمونه. برفعهم على النار واعد 7 دقايق من بدايه الغليان، وبعد كده اطفي عليهم، بتكون خلاص الشربات معايا جاهز. علشان ما يتقلش زياده عن اللزوم، طبعا الشربات بتاع البسبوسه لازم يكون خفيف. تخرج الصينيه سخنه من الفرن والشربات بيغلي، ببتدي ازقيها. اول لما تلاقيها شربت معاكي الشربات، اطمني خلاص ان البسبوسه بتاعتك نجحت. بسيبها تبرد خالص من 3 ل 4 ساعات، وفي البدايه ببتدي اغطيها علشان تبقى معانا طريه كده ودايبه، وبعد كده بنبتدي نقطعها بقى ونقدمها. وذوقي احلى بسبوسه، طريه ومرمله وفي نفس الوقت متماسكه، طعمها وريحتها ولونها ما يفرقش نهائي عن البسبوسه الجاهزه اللي بنجيبها من عند اغلى الحلوانيه. وهنا قدمتها مع بولة ايس كريم وشويه صوص كراميل، واكيد تبقى لذيذه لو قدمناها مع القشطه. جربيها وربنا يحسن ما بين ايديك.